انت ما عندكش غير خيارين اتنين، يا اما تكون خدام للكيان الصهيوني وده بنص الكتاب، يا اما تباد من على وجه الارض وتصير خرابا. هل هذه الحرب حرب دينية؟ هي بالطبع ليست حرب دينية، حرب حقوق، حرب أرض، حرب استقلال. تمام، كلام محترم جدا طبعا، وبيكبرك عندي اكتر ما انت كبير. وردا على كلامك المحترم دوت، احب اقول لك برضو بمنتهى التقدير وبمنتهى الاحترام ان امك ما عرفتش تربي، وان سفخس على دي تربيه. لنضع الامور الشخصيه جانبا، انا جئت بصفتي وزير الخارجيه الامريكي، ولكن ايضا بصفتي يهودي. هي بالطبع ليست حرب دينية. بلينكن يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وهو يحمل صفة رسمية وزيرا لخارجيتها، ويقول أنه جاء إلى هنا بصفته يهوديا. نعم. ألا يستطيع كل مسلم، أليس من حق كل مسلم أن يقول أنه يدافع عن فلسطين وعن القدس وعن الأقصى بصفته مسلما؟ We're in a religious war here. I am with Israel. Do whatever the hell you have to do to defend yourself. Level the place. هي بالطبع ليست حرب دينية. هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة. عمري ما شفت أوسخ من كده. באמונה עמוקה בצדקתנו, באמונה עמוקה בנצח ישראל, נגשים את נבואת ישעיהו. هي بالطبع ليست حرب دينية. انت حمار مو لانه اللي معك احقاد شخصيه لا سمح الله، انت حمار لانه فعلا حمار. من هو إشعياء؟ وما هي النبوة المقصودة التي يريد تحقيقها؟ وما هو الموقف المسيحي تجاه هذه التصريحات الدينية؟ كل الذين يدعون أنهم يريدون فصل الدين عن الدولة والسياسة هم في الحقيقة من أشد المتدينين المتعصبين وأصحاب عقيدة يريدون تحقيقها على أرض الواقع. والشخص المقصود هو أحد أنبياء بني إسرائيل، بل إنه يعتبر من أعظم أنبياء بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى عليه السلام، ويدعى في الغالب من قبل اليهود والمسيحيين إشعياء النبي. اليهود والمسيحيين بيؤمنوا إن إشعياء النبي كتب كتابا موحى به من الله. هذا الكتاب اسمه سفر إشعياء، يعني كتاب إشعياء. وسفر إشعياء جزء من الكتاب المقدس المسيحي، وهو كذلك جزء من الكتاب المقدس اليهودي. مهم جدا إننا نفهم إن المسيحي بيؤمن بالأسفار المقدسة اللي ما بين إيدين اليهود. برضو من ضمن نقاط الإيمان والعقيدة المشتركة والمتفق عليها ما بين المسيحيين واليهود هو إن سفر إشعياء ده اللي هو كتاب النبي إشعياء أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل. هذا الكتاب مليء بالنبوءات. النبوءات هنا جمع نبوءة أو نبوة، بمعنى خبر نبوي، كلام قاله أحد الأنبياء يحكي ما سيحدث في المستقبل. أنا عارف إن الموضوع اتفرع شوية، بس مهم جدا إنك تفهم كل الكلام ده عشان التصور بالنسبة لك ما يبقاش سطحي وخلاص. لأن صدقني مشكلة الأراضي المقدسة المحتلة بسبب هذه العقائد اليهودية. اليهود والمسيحيين بيؤمنوا إن موضوع الوعد والعهد والقسم ده بيرجع لأيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، والكلام ده هنلاقيه في سفر التكوين، وهو أول سفر في الكتاب المقدس اليهودي وكذلك الكتاب المقدس المسيحي. بنلاقي في سفر التكوين الفصل رقم 12 العدد رقم 7: وظهر الرب لأبرام وقال، أبرام هو سيدنا إبراهيم، لنسلك أعطي هذه الأرض. طب الأرض دي قد إيه؟ في التكوين الفصل 13 العدد 14: وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه، ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. وأهم نص على الإطلاق في هذا الموضوع في سفر التكوين الفصل 15 العدد 18: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام سيدنا إبراهيم ميثاقا قائلا، عهد لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، من النيل إلى الفرات. هي بالطبع ليست حرب دينية. اسكت اسكت.
اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت 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 يا ابن الكلب. طب ايه علاقة إشعياء النبي وسفر إشعياء بالكلام ده كله؟ العلاقة ببساطة هي ان اليهود والمسيحيين بيؤمنوا بان إشعياء النبي اللي عاش قبل السبي البابلي تنبأ بما سيحل بالشعب اليهودي خلال السبي البابلي، وتنبأ ايضا عن مصير شعب بني إسرائيل بعد السبي البابلي والعودة مرة اخرى الى الأراضي المقدسة من النيل الى الفرات وتحقيق الوعد والعهد والقسم. عشان ما نطولش في الموضوع اكتر من كده، ايه هي النبوة تحديدا اللي اشار اليها وذكرها رئيس وزراء الكيان الصهيوني؟ كان يقصد النص اللي موجود في سفر إشعياء في الفصل رقم 60 في العدد رقم 18. لو فتحنا اشهر ترجمة عربية للكتاب المقدس موجودة ما بين ايدين المسيحيين في الشرق الاوسط، هنلاقي ان النص بيقول الآتي: لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. هو ده نص النبوة اللي رئيس وزراء الكيان الصهيوني بيعتقد إنه هيحققها، والمعنى بالنسبة له واضح وصريح. هو بيعتقد اعتقاد راسخ لا يقبل الشك إن الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني هي أرضه وملكه ومن حقه بوعد من ربنا، وإن اللي حصل يوم 7 أكتوبر عدوان وظلم واغتصاب، وإن اللي بيحصل دلوقتي من حرب غاشمة على غزة هو تحقيق لهذه النبوة، بمعنى إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بيقول إنه سيبيد أعداؤه بحيث لن يعود هناك أي شخص يستطيع أن يظلم الكيان الصهيوني. صدقوني والله الكلام ده خطير. تالي الفصل ده بالكامل بيحتوي على تفاصيل أخرى متعلقة بنفس النبوة، ده طبعا حسب اعتقاد اليهود والمسيحيين. لو بصينا على النص رقم 12 من نفس هذا الفصل رقم 60 هنلاقي ان النص بيقول: لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد وخرابا تخرب الأمم. النص ده هو عين اعتقاد الكيان الصهيوني. انت ما عندكش غير خيارين 2، يا اما تكون خدام للكيان الصهيوني وده بنص الكتاب، يا اما تباد من على وجه الارض وتصير خرابا. الكلام واضح جدا وصريح، وهذا ما يتم تنفيذه الآن في غزة. نيجي بقى لسؤال تاني مهم جدا: ايه موقف المسيحيين من هذا التفسير الصهيوني لنصوص الكتاب المقدس، لنصوص سفر إشعياء الذي يؤمن به كل مسيحي؟ المسألة دي مهمة جدا، لأن زعماء الكيان الصهيوني بيحاولوا يكسبوا رضا الغرب المسيحي عن طريق العاطفة الدينية، وده أمر الغالبية العظمى من المسلمين غافلين عنه. حقيقة إن الموضوع كله من أوله لآخره دين وإيمان وعقيدة. زعماء الكيان الصهيوني بيحاولوا يقنعوا زعماء الغرب المسيحي بأن اللي هم بيعملوه ده يعتبر تحقيق لنبوات الكتاب المقدس، وبالتالي يجب عليكم أن تقدموا لنا كل عون ونصرة. عشان بس ما طولش أكتر من كده، حابب أكد في النهاية أن الموضوع كله من أوله لآخره بالنسبة للكيان الصهيوني دين وإيمان وعقيدة، وإن زعماء الغرب المسيحي اللي بينصروا الكيان الصهيوني بكل ما أوتوا من قوة بيعملوا كده على أساس دين وإيمان وعقيدة، سواء بيؤمنوا إن هو ده التفسير الصحيح للنص المقدس أو إن الكيان الصهيوني له الحق في اللي بيعمله بناء على موضوع الوعد والعهد والقسم. أيا كان التبرير فهو تبرير ديني وإيماني وعقائدي. ورسالتي لكل المسلمين كالآتي: إذا كان الكيان الصهيوني بيتصرف على أساس دين وإيمان وعقيدة، وزعماء الغرب المسيحيين بيتصرفوا على أساس دين وإيمان وعقيدة، فإن المسلمين الذين يدينون دين الحق هم أحق الناس بأن تصرفاتهم تكون على أساس دين وإيمان وعقيدة. وحابب أذكر المسلمين بدينهم وإيمانهم وعقيدتهم لو كان في بعضهم نسيوا. في الحديث الذي مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله
وهم كذلك. وأختم هذا الفيديو بكلام الله عز وجل في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يعلو بفضله كلمتي الحق والدين.